يا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه جديده كده بس قبل ما اطلع الحلقه كان في سؤال بيتسال لي: انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا وانا ملهاش دعوه، يعني اعتقد ان اللي يعرفني بقاله اكتر من 30 سنه عارف ان انا اهلاوي، ويعني متعصب جوه اللعبه بتاعت الاهلي، مش متعصب زي ما بيقولوا كواحد من الجمهور بس. لكن انا بحب في التعصب بتاع الاهلي ده ان انا يبقى عندي دوكيومنتس، عندي قرائن، عندي دلائل، عندي حاجات. بعيدا عن ان الاهلي من الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا من اكتر الحاجات المفرحه اللي موجوده دائمه عندنا على مدار الفتره اللي انا عشتها. الاهلي طبعا عشق، لكن في الاخر هو الاهلي دايما من الحاجات، دايما انا محتاج ان انا انبسط، محتاج ان انا افرح، محتاج ان انا افرغ طاقتي. اعتقد ان الاهلي دايما بيوفر لي الموضوع ده. وبخصوص تفريغ الطاقه، من الحاجات اللي مفتقدينها بقالنا كتير وبدات ترجع تاني المدرجات. احنا بنحب نروح المدرجات. المدرج بيديني فرصه مع ضغوط الاسبوع وضغوط الشهر ان انا اعوض الضغوط دي. في ناس بتقول دايما ان في علاج نفسي بالزعيق والصوت العالي والانفعال، ده بيدي شوية راحة وبيفرغ شحنة تعب. حتى الإحباط بيفرغها في المدرج بالصوت، بالأغاني، بالزعيق، بالصوت العالي، على أساس أنت من حقك أنك تبقى صوتك عالي عشان توصل لأرضية الملعب يعني. فأعتقد أن دي من الحاجات اللي كانت دايما بتفرغ طاقات كتيرة جدا، زي ما بيقولوا ضغوط الشغل وكل حاجة. يعني لما ابتديت أفهم يعني إيه كورة، أعتقد أن أنا أول حاجة لفتت نظري كان ليفربول. كان اللون الاحمر بتاع ليفربول، وكان ليفربول ساعتها في اوج قوته في الثمانينات. لما شفت مصر لقيت الاحمر بتاعه هو كان الاهلي، وما كانش عندي معلومات كتيره بيني وبينكم، بس كنت بحب الانتصار، بحب الكاس، بحب الدوري، بحب ان هم بيلعبوا. طبعا العشق محمود الخطيب، العشق التام، وفيديوهات محمود الخطيب والاغاني والفيديو بتاعه اللي نزل في الاعتزال. فبدأ الموضوع يتطور. انا عشان يعني من طبيعة الحياة بتاعتي ان انا دكتور، فانا بذاكر كتير. فالمشكلة ان انا، او الميزة ان انا قعدت اذاكر بقى الاهلي، اذاكر الاهلي من 1907. طب انشئ فين وانشئ ازاي؟ والحمد لله كان في داتا موجوده، فانا كل مره بكمل الداتا بتاعتي. للناس المهمه جدا في التاريخ الاهلي نفسه هو سيد عبد الحفيظ. هو مؤرخ غير عادي، مؤرخ وحافظ بالتواريخ وحافظ بالنتائج. اي حد مش كروي هتوه منه الحاجات دي، لكن هو عنده داتا بيز زي الكمبيوتر كده. انت بس زي جوجل هتدوس الزرار بالسؤال هتلاقي الاجابه بالتفاصيل، حتى باللي كان بيحصل في ارض الملعب. فاعتقد ان اللي موجودين في الاهلي دلوقتي واللي موجودين كانوا قبل كده، ودي ميزه مش موجوده كتير جدا، انك تلاقي نادي عنده فكر اوروبي زياده عن اللزوم. الا وهو ايه؟ ان هو النادي ده عنده تشين اوف كمان، عنده تسلسل قيادات، عنده وجهه نظر واحده من سنه 1907 الى اليوم هم ماشيين بيها، اللي بينفذها مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. أيا كان مين رئيس مجلس الإدارة اللي جاي، هو ماشي على الخطة اللي مرسومة والأبجريدنج بتاع الخطة اللي موجود. دي ما بتلاقيهاش كتير في الميدل إيست عموما، بتلاقيها في يوروب عندهم خطة عايزين يوصلوا لكذا والمرحلة كذا وبعدين يطوروا لكذا. الخطة دي مع تطوراتها ومع دخول التكنولوجي العنيف ادت فرصة ان الاهلي يبقى ستيبل، ان هو هادي مركز عارف الخطوه اللي جايه ايه، مش جهجهوني. الموضوع مش جهجهوني يعني. فهي بعيدا عن عشقي للاهلي، انا بحب المنظومات اللي فاهمه الدنيا رايحه فين. شكلي طولت عن الكلام عن الاهلي، لكن ممكن نتكلم على 100 حاجه في الاهلي. اصل الاهلي ده ممكن يعني على معلوماتي انا ممكن اقعد بتاع 10 ساعات اقعد اتكلم، بس خلينا كده. ايه اول ماتش شفته في حياتك للاهلي وكان مع مين؟ كان بدري، كان سنة 84، كان الأهلي والزمالك، وكان الكاس، وكانوا اللعيبة الكبار تم استبعادهم،
ولعبوا بشباب صغيره وطارق خليل وغيره، وكان الزمالك بيلعب فيه كوارشي وحاجه عظيمه جدا، والاهلي كسب 3-2 بالجون الاخراني بتاع طارق خليل ده. انا حسيت ايه العظمه دي. طبعا ما كنتش فاهم حاجه، ما كنتش متداخل جدا في موضوع الكوره، لان الرياضه بتاعتي ما كانتش اساسا كوره، كانت حاجات تانية، كانت سباحه وكانت تنس، فما كانش فيها كوره قوي في الاول. لكن احساسي بالجون اللي جابه 3-2 والماتش خلص والكاس خلص، حاجه عظمه. من ساعتها شفت الكلام ده. بس يمكن اقوى ماتش انا حضرته او ماتشين، كان 6-1 حضرته في الاستاد، وحضرت الماتش بتاع الاسماعيلي اللي هو كان التعادل 4-4. فدول كانوا ماتشين فيري انتنس، بيخليك تحس بكميه ادرينالين بيتدفق جوه جسمك وكميه انبساط في تطورات الاحداث. يمكن الماتش بتاع الاسماعيلي كان فيه رايح وجاي كتير، لكن ال6-1 كان حاجه فوق الخيال، مع ان احنا كنا رايحين وكنا مش متاكدين قوي ان احنا هنكسب بالعنف ده. احنا كنا متاكدين ان احنا هنكسب، بس ايه يعني، عشان الزمالك كان ساعتها هو عالي قوي، وعاده لما بيبقى الزمالك عالي قوي بنقدر احنا نكسب الماتش. كلام بس، هو ده كل مره بحضر الماتش او بشوف ماتشات بهذا الاسلوب، اي واحد فيهم اعلى من التاني بيبقى عاده الاندر دوج او الاضعف بيبقى بيدي اكتر في الملعب اكتر منه في الحياه.